صباح الورد وصباح الأكلات الجميلة وصباح الطعامة، محشي ورق العنب من مطبخنا. في انطباع كده عن اللي فاتحين المشاريع بتاعت الكيتشن أو الأكل البيتي أو الكاترينج، إن هي ست غلبانة وبتربي أيتام ويا حرام ظروفها تعبانة. طب هي لما هي كده بتفتري عليها ليه بقى؟ لما هي ست غلبانة وست بتربي أيتام وست تعبانة وشقيانة في حياتها، بتفتري عليها ليه اللي فاكرة واخدة الانطباع ده عنها؟ بصوا، هو الموضوع مش كده، بس أنا هاخد الشخص على قد عقله. مادام انتي في دماغك ان هي ست غلبانة وعلى قدها وبتربي أيتام، يبقى الأولى ان انتي ما تظلميهاش، يبقى الأولى ان انتي ما تبصيش في رزقها. كملي بقى التعامل للآخر. مش غلبانة وبتربي أيتام أستغلها، غلبانة وبتربي أيتام عايزة أكل من عندها ببلاش، غلبانة وبتربي أيتام عايزة أفضل أناهد معاها وأفاصل معاها وأضايقها وأقعد أقول لها، أسألها أسئلة كأني بقول لها أنت نصابة ولا أنت بتكسبي كتير ولا إيه ده؟ إيه العبث ده؟ إيه ده؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ عيب. يعني مادام انتي انطباعك عنها ان هي ست غلبانه وبتربي ايتام، اشتري من سكات بقى. ما تفضليش تقولي لها ليه ومش ليه، واتكلفت كام وما اتكلفتش كام وانتي بتعملي ايه وما بتعمليش ايه. يا ستي اشتري واخلصي. اعتبري نفسك بتكفلي يتيم، اعتبري نفسك بتخرجي الحسنه المداريه. بصوا يا جماعة، هو كل الكلام ده مش صح، بس أنا باخد الشخص على قد عقله. انت لو انت باصص ان الشخصية اللي بتعمل المشروع ده غلبانة وعلى قد حالها، ما تقرفهاش بقى. اعتبر الفلوس اللي طالعة من حضرتك دي صدقة. وعيب قوي حتى لو هي كده حضرتك، وحتى لو هي ست غلبانة وعلى قدها، ما تعمليهاش بالمنطق ده. ده ممكن ولا؟ يعني يا ريت كده يكون في ذرة ضمير عند الناس وذرة إحساس وذرة ذوق وهم بيتعاملوا مع بعض. عيب.